الله على الجوال سماحة الشيخ يقول: ما صحة القول أن العمرة في شهر شوال وذي القعدة أفضل من رمضان؟ هو الموضوع ما في شيء قطعي. ابن القيم في زاد المعاد بأحد الموضوع يقول مثلا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعد حج أو حج معي، ثم الواقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اختار لعمره أشهر الحج، فعمرته صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية في ذي القعدة، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرته مع حج وعمرته يعني منصرفه من حنين من الجعرانة في ذي القعدة، وعمرته مع حج في ذي القعدة، فاختار الله لعمره أشهر الحج. فابن القيم يقول هذه مسألة مهمة، هل يعني القول بأن الحج معي وببيان واقع النبي وأن عمره هيئها الله في أشهر الحج، يقول هذا موضوع النظر ولكل رأي، ولم يقطع ابن القيم برأي خاص، إنما يعرض الفكرة وكأنه يعني يشير أو يعني يلوح على أنه يرى أنها في شوال أفضل، لأجل أن الله اختار نبيه أن تكون عمر الأربع كلها في ذي القعدة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا على الهاتف